خبر مفاجئ هز الولايات المتحدة بل العالم بأكمله. محاولة اغتيال الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب. أطلق عليه النار خلال إلقاء خطابه في تجمع انتخابي في بنسلفانيا، لكن كيف تم الأمر؟ وسائل إعلام أمريكية نشرت صورة أوضحت بها موقع المشتبه به بتنفيذ محاولة الاغتيال، كما نتابع هنا باللون الأحمر، وأيضا أوضحت موقع خشبة المسرح في مكان التجمع الانتخابي لترامب، كما نتابع هنا باللون الأصفر. المسافة بين هذين الموقعين كانت تقريبا 130 مترا بحسب وسائل إعلام أمريكية. وبتحديث أخير حول المشتبه به، فهو شاب يبلغ من العمر 20 عام وينتمي لمنطقة الحدث نفسها بنسلفانيا. هذا الشخص نشر فيديو قبل تنفيذ محاولة الاغتيال قال فيه إنه يكره الجمهوريين ويكره ترامب.